صاحب المعالي الأخ العزيز محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين بالمملكة المغربية، رئيس رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي. صاحب المعالي الأخ العزيز السيد رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب بالمملكة المغربية. أصحاب المعالي والسعادة رؤساء البرلمانات الوطنية والاتحادية، البرلمانات ورؤساء الوفود، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي أن أعرب عن تشرفي واعتزازي بالمشاركة في هذه النسخة الثالثة من منتدى الحوار البرلماني جنوب، معربا عن خالص الشكر وعظيم التقدير إلى أخي العزيز صاحب المعالي السيد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين بالمملكة المغربية، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وعلى ما بذلوه من جهود حثيثة لتنظيم هذا المنتدى الذي يمثل آلية مهمة لتعزيز التعاون البرلماني بين دول أفريقيا وآسيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. أصحاب المعالي والسعادة، إن دول الجنوب تمتلك من الموارد الطبيعية والإمكانات البشرية ما يؤهلها لأن تكون في مصاف الدول القوى الاقتصادية العالمية، وأن تكون صوتاً مؤثراً في النظام العالمي، ولكنها تحتاج إلى الاستقلال الأمثل لتلك الموارد والإمكانات، ومعالجة التحديات الخاصة بتباين الأنظمة الاقتصادية لكي تتمكن من تحقيق الاندماج الإقليمي والتكامل الاقتصادي المنشود. وفي هذا السياق تأتي أهمية الدبلوماسية البرلمانية الاقتصادية التي نحن بصددها اليوم من خلال هذا الحوار البرلماني الذي يمثل منصة مفتوحة لتبادل التجارب والخبرات واستكشاف سبل تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين أفريقيا وآسيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية. إن التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي حالياً وما نشهده من حروب تجارية عالمية تفرض علينا كدول جنوب اتخاذ خطوات جادة وسريعة لتحقيق التكامل الاقتصادي القائم على المنافع والمصالح المتبادلة وفق صيغة الكل رابح، بحيث تستفيد كل دولة من قدراتها ومميزاتها التنافسية ضمن منظومة إقليمية متكاملة. لذلك نؤكد أنه قد آن الأوان لأن يكون هناك تعاون مشترك بين دول الجنوب من أجل تنفيذ مشروعات بنية تحتية إقليمية كبرى تساهم في تعزيز حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، فضلاً عن تعزيز التعاون في مجالات الصحة والتعليم والأمن الغذائي وغيرها من المجالات الأخرى التي تمثل أساس التنمية المستدامة. أصحاب المعالي والسعادة، إن أحد الموضوعات الأخرى المهمة المطروحة على جدول أعمال هذا المنتدى هو توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي من أجل التحول إلى الاقتصاد الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة في دول الجنوب. والحقيقة أن الذكاء الاصطناعي مرشح لأن يكون أحد أهم أدوات التغيير في عالم اليوم، وبات مفروضا علينا التعامل معه، وباعتباره التقنية الاستراتيجية التي تقود العالم في المستقبل لما يوفره من فرص عديدة للابتكار والتنمية وتحسين الكفاءة الإنتاجية وتوفير الوقت والجهد. ولكننا يجب أن نكون حذرين في الوقت ذاته بشأن التحديات الأخلاقية التي تثيرها التكنولوجيا الحديثة لكي نستفيد منها بما يحافظ على هويتنا وقيمنا وثقافاتنا. وهنا تأتي المسؤولية التي نتحملها كبرلمانيين من أجل بناء منظومة قانونية معاصرة تضمن تحقيق التوازن بين الإبداع التقني والمسؤولية الأخلاقية، وذلك لضمان الاستخدام الآمن
لهذه التكنولوجيا وتوظيفها ضمن إطار أخلاقي مسؤول. وفي الختام أؤكد حرص البرلمان العربي على تعزيز التواصل والحوار البرلماني الدائم بين دول الجنوب بما يمكننا من تحقيق الاندماج الإقليمي والتكامل الاقتصادي والتنمية المشتركة للجميع. وأتوجه بالشكر مجدداً إلى مجلس المستشارين بالمملكة المغربية برئاسة صاحب المعالي الأخ العزيز السيد محمد ولد الرشيد، متمنياً أن تتكلل أعمال هذا المنتدى بالنجاح والتوفيق لما فيه مصلحة شعوبنا. أشكركم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.